السلام عليكم يا جماعة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله في التعليقات، فإيديك هتشهد عليك يوم القيامة. النهاردة هحكي لكم موقف عائلي بسيط، بس والله لحد النهاردة كل ما نفتكره نضحك. كنت قاعدة أنا وأختي في الصالة بنحاول نخبي حاجة عن ماما، مش حاجة خطيرة يعني، بس إحنا كنا مرعوبين. ماما من النوع اللي بيحس من غير ما يشوف، يعني لو اتنفست غلط تقولك: انتي بتخبي ايه يا بت؟ المهم كنا جايبين وردة صناعية شكلها تحفة، وقلنا نحطها في فازة ماما المفضلة، بس وإحنا بنعدلها طاخ، الفازة وقعت واتكسرت. وقفنا إحنا الاتنين بنبص لبعض كأننا في مسلسل بوليسي. قلت لها: هنعمل إيه؟ قالت لي: ولا كلمة، ماما مش سامعة، نلملمها بسرعة. بدأنا نجمع الحتت في صمت تام، وفجأة نسمع صوت ماما من ورا الباب: بتلموا إيه؟ الفازة اللي في الصالة ولا اللي في الأوضة؟ إحنا اتجمدنا مكاننا. قلت لها: هي إزاي عرفت؟ قالت لي أختي: ماما عندها رادار يا بنتي. ماما دخلت مبتسمة وقالت: ما تخافوش يا بنات، الفازة دي كانت مكسورة قبل كده وأنا لزقتها. وبعدين ضحكت وقالت: بس المرة دي شكلها خلاص راحت لحالها. ضحكنا كلنا، ومن ساعتها بقى كل ما نشوف وردة صناعية نفتكر الموقف ونضحك. وفي الآخر اتعلمت إن البيت اللي فيه ضحكة وأم طيبة حتى الغلط فيه بيبقى جميل. صلوا على النبي كتير، وعاوزة أجمع 5000 صلاة على النبي في الكومنتات. وما تنسوش تذكروا الله، فإيديك هتشهد عليك يوم القيامة.